السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نعطيكم كيفاش رانا نديروا اللحم ولا الدجاج تاعنا اللي نشريوه. المهم هذا الاخر، هذا كيف اسمه كيف اسمه ماشي سكالوب، الدند، اللحم تاع الدند. لقيتهم هادو الجناح، لقيتهم يتباعوا ب 35 في الكيلو كما راكم تشوفوا. يصلحوا هكذا مثلا مع الطواجن ولا حاجه كي دير لاصوص هذيك تاع الطاجين ولا ديرهم فيها. شوفوا الله يبارك. بون تبلنا هكذا. واش درت فيهم؟ درنا فيها الملح، الكمون، راس الحانوت، توابل الدجاج، شويه كركم وشويه زنجبيل، ومع الثوم، مع 5 حبات تاع الثوم، ونخبيهم هكذا. نديرهم طراف طراف ونخبيهم، ونستعملوهم كي نحتاجوهم مثلا في بنديروا بهم لي صوص هذوك. عاود مثلا نحط اللحم ولا حاجه، حط هذا وخلاص. كاش كاصات ولا. عندي هذا الاخر كيف درناه، غسلناه بالملح والخل والحوت كيف لكن نخليوه يقطر ان شاء الله. اللي نخدموه اللي ما خدموش نتبلوه ونخليوه. كما هذا سميوه ديب البحر، الحوته هذه. كاين الميرلو، الدوراد، كاين السردين، وكاين هذا الروجي. وشرينا كذلك هذاك هذا المحار نورمالمون يسميوه هذا. هكذا وهادو اليامات راهو رخيص شويه. كما هذا يدير، كما هذا ديب البحر كما يسميوه هما، يدير 160. هذا الدوراد 140. الروجي يدير 160 كذلك. والسردين شويه غالي يدير 120. مي هادو متبقيين كامل بحاس، ماهمش غاليين يعتبروا. هذا تاني ب 160، 120 عفوا. هذا 120 مليح مع الناس اللي دير كيف اسمها البايلا. مليح مع البايلا وهذاك. ان شاء الله نبان ندير لكم الوصفه تاع البايلا ونديروهم بهذا السردين. المهم الى هنا نقول لكم بارك الله فيكم. ما تنساوناش بالدعم، وبارطاج، سبسكرايب. السلام عليكم.